اهو يا سياده الوزير، انا ما كنتش عايز من الدوله ديت غير حته الكشك ده اللي كان ساترنا انا وعيالي. على ايدك يا نبيل بيه حسب الله محافظ اسماعيليه، على ايدك انا بنهي اكل عيشي واكل عيش عيالي، اكل عيشي واكل عيش عيالي انا بنهيه. اهو يا سياده الوزير، اهو يا سياده الوزير، ادي بتاعي اكل عيش واكل عيش عيالي. يا ريت يا معالي الوزير يبقى كده استريحت، يبقى كده استريحت من مواطن كان عاوز ياكل عيش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شفتوا الوجع، شفتوا القهر وصل لحد فين لما مواطن مصري يوصل لمرحلة إنه يحرق رزق عياله بإيده علشان خايف الحكومة تذله أكتر من كده. يبقى احنا في مرحلة ما بعد الظلم. الراجل ده رجب الصغير ما كانش طالب غير كشك صغير يستر عليه هو وعياله. كشك البضاعة كلها اللي فيه ما تجيبش 50,000 جنيه، لكن وزير الداخلية ومحافظ الإسماعيلية استكتروا عليه الستر. تخيل المسؤول سايب الحيتان وجاي يتشطر على بتاع كشك غلبان، عامل الكشك بتاعه على جنب بدعوى إشغال الطريق. ده مش تنظيم، دي إبادة للقمة العيش. وفي نفس اللحظة اللي المواطن المصري بيتحرق قلبه على كشكه في البلد بتاعته، تعالوا نشوف المصري بيتعامل ازاي بره لما بيقع في بلد بتحترم الإنسان. الشاب أحمد حسن مصري سافر العراق واتنصب عليه وخدوا الباسبور، عمل فيديو يستنجد فيه. انا جيت اشتغل مش لاقي شغل، واحد كلمني على النت قال لي تعالى اشغلك معايا، وداني المكتب خد مني الجواز. تمام، جواز السفر بتاعه ده اهم حاجه ليا بالنسبه لي وبالنسبه لاي واحد مغترب، ده اثبات شخصيه ان هو داخل قانوني وداخل طيران. خد مني الجواز وبعد كده قام قال لي اشغلك، هات 50,000 واديك شغل ولما ب 50,000 معيش فلوس. انا قلت له انا معيش فلوس. قال لي خد جوازك ولما تشتغل تعالى خد جوازك واديني 75,000. قلت له تمام ماشي. بقالي 3 ايام ما اشتغلتش. عارف ايه اللي حصل؟ وزير الداخلية العراقي بنفسه قابله، ونائب في البرلمان قابله واداله مبلغ مادي. ومش بس كده، خد إقامة 3 سنين وفرصة عمل براتب محترم. شفتوا الفرق؟ في العراق المصري بيتصان كرامته، وفي مصر بيضطر يحرق أكل عيشه علشان يهرب من بطش المحافظ والوزير. في العراق في قانون وإنسانية، وفي مصر فيه عبده المتعاص وعصابته اللي شايفين الشعب عبيد في عزبة أبوه. لكن الموضوع مش بس كشك، الموضوع أكبر بكتير. في عملية تصفية لمصر بالكامل. اسمعوا الصرخة اللي جاية دي من قلب مركز البحوث الزراعية بالجيزة. الدكتور معاطي قشطة صرخ وقال لا وألف لا يا سيادة الرئيس. تخيلوا يا مصريين، جهاز مستقبل مصر اللي هو طبعا تابع للقوات الجوية، والقوات الجوية تابعة للجيش، حاطط عينيه على أرض ومعامل مركز البحوث الزراعية، المركز اللي رفع إنتاجية فدان القمح من 6 إلى 18 إردب ووفر 3 مليار مكعب من مية النيل. السيسي عايز يهد معامل العلم دي علشان يبني مكانها أبراج خرسانية للمستثمرين، يبني طوب ويقتل العقل اللي بيأكلنا. دي جريمة وخيانة عظمى للبحث العلمي وللأمن الغذائي المصري. السيسي كل ما يتزنق ويحس إن الجيش ممكن يتقلب عليه يرمي لهم حتة من لحم البلد، مرة أرض، مرة معامل، مرة مواني. جهاز مستقبل مصر ده غول بيلتهم كل حاجة غالية في البلد دون تمييز. الجيش اللي المفروض يحمي الحدود، السيسي شغله مقاول بيهد مراكز العلم علشان يبني شقق وتجارة. بيحول سلة غلال العالم لمجموعة من الطوب والأسمنت. هم ما يعرفوش الفرق بين العلم وبين الطوب، وهم ما يعرفوش غير لغة واحدة بس، العمولة والفلوس اللي بتتقسم عليهم. والمصيبة ان ريحتنا بقت فواحة لبره. الدكتور سند السويدي المقرب من حاكم الامارات نزل التويته دي زلزلة الدنيا. قال دولة واحدة عربية خدت من الخليج اكتر من تريليون دولار في 15 سنة. وقفت مع مين؟ مع ايران. طبعا الكل عارف ان الكلام على السيسي وحشيته اللي عامل دولة جوه الدولة وسرق كل الفلوس والمساعدات اللي جت من الخليج. الخليج دلوقتي شال ايده منه لانه اكتشف انه خاين وبتاع فلوس وبس. السيسي بيبيع شعبه وارضه علشان الدولار. السيسي بقى عبء على المنطقة كلها وعلينا احنا الاول، وبقينا اضحوكة العالم في الاستلاف والشحاتة. وعلشان مفيش حد يفتح بقه، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع إيجيبتك
ليه؟ علشان نشروا أخبار عن ترقب زيادة أسعار البنزين والسماد اللي هتغلى الأيام الجاية. هم مش عايزينك تعرف إن السماد دلوقتي بقى نار، وإن الفلاح المصري بيتذبح حرفيا. إحنا داخلين على أزمة غذاء طاحنة. الخضار والفاكهة هيبقوا للفرجة بس لما تقتل البحث العلمي الزراعي وتغلي السماد وتقطع الكهرباء عن المصانع والمزارع، يبقى أنت بتعمل أكبر عملية استحمار ل 120 مليون مصري. السيسي بيحرق البلد حرق علشان يعيش هو وعصابته في حياة كريمة فوق جثث. الخلاصة يا جماعة، الرجب الصغير حرق كشكه علشان يوصل رسالة، والباحثين في مركز البحوث بيصرخوا علشان يحموا مستقبلنا احنا. السيسي بيبيع البلد داخليا وخارجيا، والجيش ساكت لأنه بياخد مناب من الغنيمة. وسيذكر التاريخ إن أكبر عملية استحمار شعب عدده 120 مليون حصلت في العصر الحديث كانت في مصر. والعصر اللي احنا فيه عصر الذكاء الاصطناعي والإنترنت على يد القزم الجهول اللي خلى مصر أضحوكة العالم وفلسها وخلاها تشحت. ولما يشحت الفلوس باسم مصر يسرقها ويقسمها هو والعصابة بتاعته على بعض. الأرض بتتباع مرة، لكن العلم لو ضاع المستقبل كله ضاع. فوقوا بقى قبل ما نلاقي نفسنا بنحرق بيوتنا علشان نخلص من ذلهم. سلام.